السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملنا سمك. سمك القراميط، حاجه كده خطيره بلونه خطير. وعملنا جمبري الغلابه الاوميجا 3 بطريقه سهله وبسيطه وبتتبيله خطيره هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه الهايله دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه؟ هنعمل سمك القراميط الخطير. شايفين الجمال؟ في ناس كتير قوي 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 وانا بشتريه يا جماعة بيسألوني انت بتعمليه ازاي. يا جماعة دي سمكة عادية زي أي سمك بتتبليها. أهم حاجة يعني التتبيلة الممتازة. التتبيلة تكون محيقاها انتي كويس جدا، فبتطلع السمكة تحفة وطعمها خطير. تمام. أنا عندي سمك القراميط وعندي كمان سمك الغلابة اللي هو سمك البسارية يا جماعة. الأوميجا 3 كلها، وهنتكلم على فوائدها وهنقول كلام كتير عن البسارية، عن سمك البسارية. تمام. الاول هنعمل ايه؟ انا جبت السمك بتاعي دوت يا جماعه. انا قلت اعمل فيديو آه، يخص السمك البسارية وكمان القراميط ونعمل مع بعض الطريقه الصحيحه لسمك القراميط. عندي سمك القراميط اشتريته والراجل نضفهولي زي الفل تمام زي ما انتم شايفين اهو، وكمان قطعه تمام بالشكل ده. طيب اعمل ايه؟ طبعا انا مش هكذب عليكم، انا غسلته صراحه كذا مره يعني عشان بيبقى ممزلق معايا كده، ويعني ما بيبقاش شكله حلو يعني. انا غسلته كذا مره لحد زي ما انتم شايفين نضيف معايا، وبرده هنقعه تاني. اهم حاجه يا جماعه الغسيل الكويس قوي قوي للسمك. مش هتاخدي ريحه خالص وانتي بتقليه، يعني وانتي بتقليه كده مش هتشمي ريحه السمك ان هو زفر ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين معايا انا جبت ايه؟ جبت حبة مية زي ما انتم شايفين على قد السمك بتاعي، وحطيت معلقتين كبار من الملح. تمام. وهحط ليمون وهحط معلقتين 3 كبار من الدقيق برضو. تمام. اهو هنعمل له محلول كده نغسله بيه اهو، وندوب بقى كويس كده ونحط ليمون كمان. بسم الله. اهو هنعصر ليمون كمان في الميه كده زي الفل. ده المحلول اللي هنغسل بيه السمك يا جماعه، وهنغسل بيه برضو سمك البسارية. المحلول ده ما بيعملش ريحه خالص خالص للسمكه، وخاصه وانت بتقليها ما بتبقاش زفره ولا حاجه. كده تمام. حطينا الملح والدقيق وحطينا كمان ليمون في قلب الميه. تمام كده تمام وزي الفل. طيب هروح منزلها بقى سمك القراميط بتاعي ده كله كده في قلب الميه بالشكل ده اهو. وبنقعه بقى يا جماعة مش أقل من ساعة كده تمام، عشان ينضف معايا ويبقى زي الفل، وما يبقاش فيه المزلقة اللي بتبقى فيه كده. تمام زي الفل. هركنه بقى على جنب وانضف سمك البسارية. انا نضفت معاكم سمك البسارية ده، عملت فيديو كامل عن سمك البسارية ده يا جماعة. تمام. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هنا بقى قشرت كده راس توم. عايزه تعمليها في الكبه مفيش مشكله، عايزه تعمليها في الهون زي ما انت شايفه كده اوكي مفيش مشكله. حطيت الملح اهو زي ما انا عايزه. تمام. هحط حبه فلفل بهارات سمك كمون. السمك بيحب الكمون قوي، وقرن فلفل حامي. وهدق كل الحاجات دي مع بعضها. عايزه تضربيها في الكبه اضربيها. هنا خلاص دقينا وحطينا ليموننا وكل حاجة تمام. حطينا الملح وكله والتوابل وقرن الشطة الحامي والليمون تمام كده تمام وزي الفل. هنجيب بقى القراميط بتاعتنا دي ونبتدي نتبلها. هنتبلها ازاي؟ عايزه اقول لك معلومه مفيده جدا جدا. اما تيجي تشتري يا حبيبتي القراميط ما تجيبهاش القراميط السوداء قوي الغامقه دي، لان بتبقى متربيه في المصارف. هاتيها اللي بتبقى لونها ايه رصاصي كده. تمام. بتبقى نيليه. تمام. ومتربيه في النيل. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنفتح كده القرموط بتاعنا او الحته بتاعتنا بتاعت القراميط سمك القراميط دي، وندخل كده اهي من جوه ومن بره. تمام. بالتتبيله بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي اهي، بنتبلها بالشكل ده. شايفه؟ بفتح اهو كده اهو، ومن قلبها من جوه ومن بره اهو اهو
بالشكل ده. عايزه اقول لك شايفه القراميط بسم الله ما شاء الله نضيفه وزي الفل. زي ما قلت لك اغسلي الحاجه كويس قوي، هتاخدي طعم رهيب، والريحه مش هتبقى صراحه وحشه. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين السمك بتاعنا اتبل زي الفل، وهنا البسارية برضو تبلتها غسلتها كويس جدا جدا. تمام. وانا زي ما قلت لكم انا كنت عامله فيديو تنظيف للبسارية وقالتها معاكم. انت يا دوب بتمسكي الراس من فوق من هنا، بتروحي شدها بتطلع باللي في بطنها كله. تمام. وبتغسليها برضو بنفس المحلول اللي احنا عاملينه سوا، وبتتبليها بالتتبيله بتاعت السمك اللي احنا عاملينها سوا كده. شايفه سمك البسارية؟ عايزه اقول لك سبحان الخالق ان السمكه الصغيره ده الضعيفه ده مليانه فوايد، مش عايزه اقول لكم لا تعد ولا تحصى يا جماعه. كل الشواطئ الساحليه بتعشقها. ليه؟ لانها سمكه سعرها رخيص جدا وفي تناول الايد يا جماعه. وغير من كده كمان الفوائد بتاعتها عاليه جدا جدا. البسارية يا جماعه موجود فيها الاوميجا 3. الاوميجا 3 ديت بيحمي الجسم اللهم صل على الاوميجا 3 دي يا جماعه بتقوي الذاكره. تمام. وغير من كده كمان بتعزز صحه الجسم، وبتساعد على منع ظهور التجاعيد في الوجه. عايزه اقول لكم كمان السمكه الضعيفه ده هي موجود فيها فيتامين د، بتحمي الجسم من امراض الاوعيه الدمويه يا جماعه. يعني عايزه اقول لكم يعني تعتبر السمكه الضعيفه ده هي او السمكه الصغيره ده هي سبحان الخالق العظيم فيها فوائد كتير جدا جدا. تمام. خلاص كده تبلناها، هنسيبها بقى زي ما انت عايزه، ساعه نص ساعه زي ما تحبي، وبعدين نشوف نعمل ايه مع بعض. هنا بقى على الرز على السمك بتاعنا ما يتبل كده ويقعد في التتبيله حبه كده، نعمل الرز مع بعض. خرطت بصلايه حلوه كبيره كده زي ما انتم شايفين. تمام. وحطيت الزيت وهقلبها كده لحد ما تحمر وتاخد لون حلو كده. كده البصل ابتدى يلون معايا او يحمر معايا زي ما انتم شايفين. هنا بقى البصل بتاعي خلاص اداني اللون اللي انا عايزاه. كنت عايزه اوريه لكم لكن للاسف الكاميرا ما جابتهوش اللون الغامق اللي انتم شايفينه ده. تمام. زودت الميه على حسب بقى كميه الرز اللي هحطها. هنا عندي طبعا الملح اهو حاجه بسيطه عشان في يعني معلقه توم كده انا شايلها من التتبيله بتاعت السمك، هحطها على الرز برضو بتدي طعم حلو قوي. حطيت كده فلفل اسمر وحطيت معلقه كمون صغيره وحاجه بسيطه من الملح، ودي معلقه توم بفلفل كده كنت شايلاها من التتبيله. تمام. بنزل بيها بقى على التقليه كده بتدي طعم حلو قوي قوي للرز. وهسيب الميه بالبصل دي تغلي بقى. هنا الحله بتاعتنا غليت زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بقى بالرز، طبعا كميه الرز اللي انت حابه تعمليها. تمام. طبعا زي الرز العادي بقى الرز بينشف، الميه بتاعته بينشف، بتروحي مهديه عليه خالص ويستوي بعد ما الميه ما تنشف كده من قلب الرز. تمام. وتهدي عليه خالص وتسيبيه لحد ما يستوي. تمام كده. نغطي بقى على الرز كده. هنا بقى حطيت الدقيق، عندي هنا حبه ملح صغيرين كده. تمام. وكمان حبه فلفل اسمر. لازم انا احيق الدقيق يا جماعه عشان السمك يطلع معايا كده لذيذ وشهي. تمام. انا مكتره الدقيق هنا عشان اللي هيفيض هكمل عليه وهنعمل هنقلي بيه السمك البسارية يا جماعه. بس يعني هضيف له حبه حاجات بس لما اخلص الاول قليه السمك القراميط. تمام كده. ده السمك بتاعنا اهو بعد ما قعد في التتبيله وقت كافي. تمام كده. هبتدي اجيب واحده واحده بقى وابتدي ابدرها كده بالدقيق بتاعنا اهو بالشكل ده. وطبعا الزيت على النار يا جماعه اهو. تمام. كويس كده. تمام. نجيب واحده كمان بسم الله وننزله على زيت سخن اهو بالشكل ده. هنا الزيت بتاعنا سخن زي ما انتم شايفين كده. بسم الله هنبتدي نسمي بقى ونحط اهو بسم الله. ونديله لون حلو كده بقى ونسويه كويس بالشكل ده.
بصوا كده بقى بيبتدي ياخد لون، وبقلبه على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده، والعين هاديه يا جماعه عشان يستوي براحته. نيجي بقى للبسارية بتاعتنا دي بقى. تمام، هنجيب الدقيق، انا ضفت حبه دقيق خلاص كده. تمام، هحط عليهم برضو حبه فلفل اسمر، حبه ملح صغيرين، وكمان السر بقى اللي هيخلي لي لون البسارية ده جميل قوي، حاجه بسيطه كده من الزعفران يا جماعه، بجيبه من عند العطار، حلو قوي قوي، بيخلي لون السمكه بتاعت البسارية كده لونها حلو قوي. بصوا حاجه بسيطه كده، وهتشوفوا بقى شكل السمكه عامل ازاي اهو، حاجه بسيطه خالص اهي. وهنقلب بقى كل دوت كده. تمام اهي، نقلب كل ده ببعضه بقى. تمام بالشكل ده. هنا بقى هبدر بقى البسارية معايا، ماسكاها بالشكل ده، عملت 4 كده لزقتهم في بعض اهو بالشكل ده، وهبتدي ان انا ابدرها كويس. تمام، ودي كمان 4 زيهم اهو. هنبدرها كده كويس جدا اهو، ونروح على زيت سخن بقى يا جماعة، نبتدي نقليها اهو في نفس الزيت اللي انا قاليه فيه السمك القراميط، هقلي فيه البسارية. هنا بقى اهو في نفس الزيت يا جماعة هبتدي اقلب كده، بسم الله، انزل بالبسارية بتاعتنا القمر دي اهي. سمكة صغيرة لكن جبارة بجد، جبارة خطيرة بالفوائد اللي فيها بالشكل ده. بصوا بقى جمالها وهي في الزيت، بصوا اللون اتغير خالص ازاي يا جماعة، حاجة كده خطيرة بجد. بصوا لونها بقى، لونها كده بصراحة خطير خطير بجد. بصوا انا عايزة اجيب لكم واحدة كده، شايفين اهو. هطلعها بقى بالشكل ده، واخلص يا جماعة بقية الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وده كده شكل الاكل بتاعنا، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. لو عجبك الفيديو اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.